ما هي المخاطرة؟ What is a risk؟ مدى احتمالية تسبب خطر في حدوث ضرر أو خسارة ما للأشخاص أو الأشياء. برضو المخاطرة الريسك ليه تعريف تاني، مزيج من احتمالية وقوع الضرر والشدة هذا الضرر، مزيج من احتمالية وقوع حدث خطر أو خطير ونتائج شدة الحدث. The combination mix of the likelihood أو probability احتمالية حدوث خطر ده of hazardous event الحدث الخطر نفسه اللي هو مثلا السقوط. occurring حدوث أو وقوع and the consequence نتائج أو عاقبة. في بعض الشركات مسميينها كده، ده هي شدة الإصابة أو النتائج المترتبة على شدة الإصابة. هو مزيج من احتمالية وقوع الضرر أو شدة هذا الضرر. بعض الشركات بتسمي اختصار زي BSLC. بعض المواقع بتسمى بالاختصارات دي على حسب العميل اللي شغال معاك أو حسب الموقع وسيستم الموقع اللي هو شغال عليه. أو severity خطورة أو شدة of the event. الخطر the risk is هو the likelihood هو احتمالية that the hazards أن الخطر سوف will cause يسبب a specific يعني محدد harm ضرر محدد to someone لشخص ما or something أو شيء. عندي 3 أمثلة همت. إذا كنت تنظف الفرن بمنظف أكال بدون استخدام قفازات وهناك خطر كبير. إذا كنت تنظف الفرن بمنظف أكال بدون استخدام قفازات أو مريالة هناك خطر كبير من التعرض للأذى. For example على سبيل المثال if you are cleaning إذا كنت تقوم بتنظيف الفرن the oven without بعد corrosive أكال cleaner بمنظف أكال without using gloves or prone مريالة there is a great عظيم risk of being harmed. المنظف ده عبارة عن مادة أكالة زي الكلور مثلا أو بدون استخدام جوانتي. أنا كده بستخدم مادة ضارة دون مهمات وقاية شخصية. دلوقتي احتمال الإصابة أو الشدة هل ذو قيمة عالية أو كبيرة؟ الاحتمالية عالية عشان أنا مش لابس مهمات وقاية شخصية، والشدة كمان عالية عشان مادة أصلا أكالة فالشدة واحتمالية عالية. إذا كنت ترتدي جميع الملابس قفازات الوقاية وتلتزم بجميع احتياطات السلامة فإن الخطر يكون منخفض. if you wear لو انت ارتدأت أو لبست or protective محمي clothing ملابس and gloves and adhere انك انت to all safety procedure الاحتياطات to risk is low تبقى منخفضة. لو انت بقى جيت استخدمت ولبست المريالة والجوانتي ساعتها هل انت قللت الاحتمالية ولا انت قللت الشدة؟ قللت الفرصة ان المادة الكيميائية تيجي على ايدك عن طريق ان لبست جوانتي. بص افهمك على حاجة، عقبال ما توصل للصفر. ليه؟ لان انت ممكن تكون لابس جوانتي بس الجوانتي مخروم فالمادة هتعدي. لابس جوانتي غير مطابق للمواصفات المادة ساعتها
هتعدي. فلو عدت شدة الإصابة واحدة، لو لبست جوانتي احتمالية الإصابة هي بتقل الإصابة، إنما الشدة لأ. طب أنا عاوز أقلل الشدة، ساعتها ممكن تغير المادة الأكلة بمادة أكتر آمنة، يعني غير نوع المنظف اللي هو انت جايبه، نوع ايه تاني آمن. وهل شدة الإصابة هتبقى واحدة؟ ساعتها لأ، أكيد الوضع هيختلف. إذا كنت ترتدي جميع الملابس والقفازات الوقائية واللازمة والتزام جميع احتياطات السلامة، خطر هيبقى وسط. If you wear all protective clothing and gloves and ear id ear id hair to all safety precision, the risk is medium.